قبل فتره قاعد بامان الله وما احس لك الا اسناني يريدن يشردن من حلقي، وجع قوي بشكل بحيث قمت انام عض المخده واقعد الفجريه اضرب راسي بالحيط لا اقدر انام. يعني من الاخير لو باقي يومين على ذاك الوجع كان هسه حرفيا اني بالطوارئ. بحيث اتخيل رحت له بالصيدليه قلت له يابا جيب، قال شو اجيب؟ قلت له جيبها بسرعه. خطيه البنيه عباله طابه فوق الصيدليه، قلت له ولك اعطيني مخدر بسرعه راح اموت. انطاني فورش ومر بوجهي جلاس مي، قال لي هاك شربه بسرعه. شربته. ها شلون صرت؟ شلون صرت؟ اعطيني بعد. شنو بعد؟ بابا شطيك. قلت له اعطيني علاج بعد. ما يصير بابا هذا الفوار تاخذه من انا 8 ساعات ترتاح يلا تاخذ علاج وراه. قلت له جيب. اعطاني كبسول ضربت لي حبايتين قدامي، قال لي شلون صرت؟ قلت له ولك اعطيني بعد خرب اني. اعطاني بخاخ والمشكله حلقي كله يوجعني مو سن او سنين. بعد حرت عليه من الرش، ايش سويت؟ رشيت على حلقي كله لحد ما البخاخ كفر، وهم بعد الالم. بعد كظم الدكتور بو علي يمنه بو علي يسرى، قال لي خرب شرفك ايش ماكل البارحه ديناصور؟ قال لي لو عضلك صلاصه ما سيارة هم كان وجعك هيك، شو مسوي انت بسنك؟ انا شفت ما منها بعد، لازم اواجه اكبر مخاوفي واروح لطبيب الاسنان. شنو مشكلتي ويا طبيب الاسنان؟ انا عندي سجل اجرام وياهم، مرتين بحياتي كلها رايح طبيب الاسنان واثنيناتهم بالطفوله. بالمره الاولى الدكتور شلع علي سني بدون بنج بحيث ما كان اكو مسبه على لساني وما قلتها، وبالمره الثانيه اهلي ياخذوني للعياده ومن هناك شردت ويومين يدورون علي. صفانة صديق كذب، انا اخاف من الدكتور، ترى طفوله الوضع تغير، فما اسولف لكم. رحت كالاسد للدكتور وانا نص ساعه ارجف بالردها، اسمع صوت منشار وقرنفيس وشاكوش جوا ومغلس، ما ادري فايت الدكتور لو خلفه راح ملدينك. ولك شو يسوي بالشاكوش؟ ولك ميكانيكي انت لو دكتور راح مل العباس، ايش راح يسوي لستاني الله اللي يعلم. طبيت لي الدكتور دا اسلم عليه، يابا السلام عليكم، قال لي مدد. يا معود اوقف. ولك اوقف خليني اتفاهم شنو يمدد؟ قال الا تمدد. صعدت لي الكرسي شغل البلوجيكتور وجابه هيك حطه بين عيوني، قلت له عليه من خويه ذيك الشمس ضواها شوي اضعف من البلوجيكتور لو جايبها. شو هذا ما يتفهم؟ جاب سرنجه يمكن بطول ايدي ترسها ترس بنج وحطها بحلقي. ما اسولف لك ربع ساعه انا قمت ما اقدر احكي، انقلبت باوري بحيث ما احس بحلقي، احكي لك كلمتين القى شفايفي تنزف دم، ما ادري شو القضيه. وقاعد يحفر بسنوني، حفر لي 3 اسنان وجاب قاصر، والله العظيم قاصر جاب قاصر حطه بحلقي. منظف مال ارضيه الله، جاب منظف مال ارضيه وحط لي بحلقي. قلت مضمض. ولك شو تمضمض؟ ايش هالطعم مخك؟ بهبط صدق تحكي انت مضمضت وكظ سن. يكرم الله جاب جصد حسب السن بحيث ربع ساعه هو يصعد طابوق ويحط بسنوني، ما ادري ايش يحس، اريد يفك يا اخي ماكو. طلعت من الجلسه الاولى شعري مخربط، حلق مدم، بيدي الكلينس والدمعه بعيني تقول واحد مقتول الله وكيلك ولا كاني مريض. طلعت هيك بقاعه الاستقبال 3 نفرات شرطه وراحوا غير دكتور. يومين 3 وخابرني قال لي ها سيدي شو وقت تجي؟ قلت له بربك احذف رقمي بعد ما اريد اجي. وجابني قوه للجلسه الثانيه. بالجلسه الثانيه خدر حلقي كظ سنوني وجاب دريل حطه بحلقي وطاطا قاعد يحفر. يا معود اوقف ابو الشباب ماكو، هو باستمرار حاط لي دريل ويحفر. دفعته قلت له انت مو ذيك الجلسه حفرت سنوني جاي تحفر بعد؟ وماكو. لابس سماعات ومصعد جام شوي وجاب هاي المطرقه الكبيره حتى يكمل حفر. الدريل ما كفى، بعد ما حفر سنوني كلها اخيرا طفى الدريل. هنا انا ارتاحيت قلت اخيرا فرجت. شوبا هذا جاب قنينه غاز وشغل جداحه كبيره وداعتها لامي، والعباس حرق عوده ما ادري شنو خلاها بحلقي. بحيث اني نايم واسمع لك ما ادري شنو احترق، مغمض من الخوف افتح عيوني اشوف دخان يطلع من حلقي. ولكم حرقني، ولكم حرق حلقي هذا. وعود يتوب ما يتوب كل شويه وراجع حارق سنوني. قلت له الله عليك قل لي جاي يسوي؟ قال لي لا ما عليك جاي اسحب العصب. قلت له انت جاي تسحب العصب لو تعبت جاي يسوي لي؟ ولك دوختني شو ساعة حرقه ساعة غرقه بقاصر، شنو تريد شارده قوه صدق كذب. جيب عمك بوس خالك طلعت وهذا حالي. يا بالعباس الدكتور ما ادري شلون يسوي الحلقي، والله غمضت فتحت لقيت اكو دخان يطلع من حلقي، والله كان يحرق بيه. شنو هاي مشكلة؟ اكو اشياء جاي يطيح من حلقي ما اعرف شنو هي، اسنان جاي تطيح ما ادري، الحشوة جاي يطيح والله ما ادري. خاف دكتور شنو تسوي لك خاطر الله؟ شنو تسوي لك؟ شنو تسوي؟ اقاومك هسه اقاومك. الجلسة الثالثة كانت ورا ذيك الجلسة بيومين، وغلست اسبوعين اني ما رايحة، خافي من اساليب التعذيب وشغله نور زين حتى يشرد العصب. باوعت يمنه باوعت يسرى، قلت ما بيها لازم اروح. رحت له اليوم طبيت قبل عرفني، صرت مع عميل يمه قال لي قبل روح مدد. شو هذا جاب الدريل بدون سلام بدون كلام وبدون حتى بنج، تخيل بدون بنج، بحيث تخيل حفر وكمل ولهناك. وقلت له دكتور يمكن نسيت تبنجني، ضرب على راسه قال غير تحكي ولك مطي انا دكتور لو انت خراب هيك عيشه الله ما يطيحني بس ويا ناس سكاره. وحاليا اسناني توجعني واخاف اروح واقول له. اعرفكم بالميز الجديد للقناه حسين الهاشمي، حكيت عنه بواحده من الفيديوهات مال استغلال الطلاب وضرب المقطع سترايك وحذفه وشاله من اليوتيوب والقناه عدت. انا جاي احكي عن هذا الميز مو عن حسين الهاشمي. هذا الميز جديد بعد ما مدشن
راح ندشن. نعوف الميز على صفحه بخصوص المقطع، المفروض هسه راجع على قناتي الاولى، واذا ما رجع فبس اخلص الفاينلز انشر المقطع على قناتي الثانيه. حاليا انا حاير بالفاينلز، لو ما الفاينلز كان كضيتهم ونزعتهم واحد واحد، وحتى هذا المقطع مسجله قديم. اكو جزء ثاني اكمل لكم بالجلسات البقيه بس مو وقتها هسه. تابعني على الانستا وقناه التلي وخليني اروح امتحن عيشتي شي هاي خرب هيك عيشه، مستفيد من الدراسه انا. كافي لك والسده، يلا باي.